السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى أما أعلمك إزاي تبقى كداب محترف وتحجز لنفسك مكان في النار. أول حاجة لازم تكذب على نفسك قبل أي حد، لأن أنت لو مش مصدق نفسك مفيش حد هيصدقك. اوعد وما توفيش حتى لو الدنيا كلها اتقلبت حواليك. الكدابين خلي بالك ما بيوفوش بعهودهم. وخلي شعارك دايما إن الكذب أحلى من الحقيقة. كل كلمة بتقولها حتى لو تافهة خليها مسرحية كبيرة. اكذب وانت واثق، اهم حاجه تقول الكذبه وانت حافظها عشان ما تنساهاش. وكبر الكذبه علشان تتصدق، عشان هي لو صغيره محدش هيصدقها. ولو اتقفشت اوعى تقول الحقيقه كمل كذب. الاعتراف ده بيبقى ضعف. الكذبه التانيه خلي بالك بتبقى احلى من الاولى وبتزود مكانك ووقتك في النار. ولو اتقفشت غير الموضوع بسرعه علشان تحافظ على الكذبه وتطول وقتك في النار. شايف الكذابين اللي حواليك دايما عندهم حلول لكل حاجه. قلدهم عشان تبقى كذاب زيهم. كله تمثيل، اتعلم منهم علشان تروح معاهم جهنم. يعني لو انت فاكر انك ذكي علشان بتكذب على الناس يبقى النار مستنياك، وانت كده على الطريق المستقيم للنار. بس خلي بالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انا ما انصحكش ان انت تتكتب عند ربنا من كذابين. وقبل ما تقول اي حاجه اسال نفسك، هل الكلام ده حقيقه ولا انا بس عايز ابان قدام الناس كويس؟ لو مضطر تكذب جرب تقول الحقيقه بطريقه لطيفه، وخليك صريح حتى لو ده معناه ان هيبقى فيه مواجهه صغيره. خلي بالك الصراحه اسهل بكتير من الكذب على المدى الطويل. النهايه يا صديقي الكذب ده طريق خطير للنار، وربنا سامع كل حاجه. خليك صادق وكل كلمه باخلاص وبصدق خطوه بعيده عن النار وبتقربك من ربنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. النوبة الجاية هنعلمك ازاي تبقى منافق محترف. السلام عليكم ورحمة الله.